وقف شوي. تخيلوا النادي الأهلي بيدفع 600 ألف دولار عشان يشتري 6 شهور بس. إيه نعم، سمعتوني صح؟ مو عقد دائم ولا 3 سنين، السالفة كلها عشان نص موسم. خلوني أعطيكم الزبدة. الأهلي المصري كان يدور ظهير أيسر سوبر، وحطوا عينهم على يوسف بلعمري نجم الرجاء المغربي. اللاعب فنان، عمره 27 سنة، وعقده بيخلص الصيف الجاي. في البداية عرضوا 500 ألف، قالوا الرجاء لا ما يخارجنا. قام الأهلي ورفع العرض وزادها 100 ألف لين وصلت 600 ألف دولار، وهنا الرجاء قالوا تم. بس لحظة، هنا الصدمة القوية. تدرون إن اللاعب باقي في عقده 6 شهور بس؟ يعني النادي قاعد يدفع هالمبلغ الفلكي عشان يجيب الحين، مع أنهم كانوا يقدرون ياخذونه ببلاش بعد كم شهر في الصيف. مو معقولة، بس شكل الأهلي مستعجلين وايد، والإدارة شايفة شيء إحنا مو شايفينه. المدرب الدنماركي ياس توروب هو اللي مصر على الصفقة وأمر فيها، واللاعب خلاص على وشك يوصل القاهرة ويوقع. بس السؤال الحين، هل هذه بس البداية لصفقات نارية في الشتوية؟ ولا بيسويها الأهلي ويفاجئنا بأسماء أكبر؟ لا تنسون تضغطون سبسكرايب ولايك عشان يوصلكم كل جديد وحصري، ونشوفكم باكر مع أخبار أقوى. في أمان الله.